نضفي كويس وخلصي يلا بسرعه علشان محمود ابنك جاي، حضري له الغدا. حاضر يا بنتي. حاضر يا بنتي. ما يلا يا اختي خلصي، على الاقل اعملي بلقمتك. حاضر. والله محمود مفروض يرميكي في دار مسنين، يرميكي في الشارع ويريحنا منك. لا يا سامية يا بنتي كده، ده انتي مرات ابني وانا بحبك، ليه بتعملي معايا كده؟ علشان انا مش بطيئك ومش بحبك. ويلا بقى غوري من وشي. امسحي البلاط كويس، وعايزاكي كل يوم الصبح تعملي نفس اللي انت بتعمليه ده. حاضر. ايه ده؟ ده شكل محمود جوزي جه. قومي يلا بسرعه نخش على الاوضه، يلا قومي. طيب يا بنتي طيب. يلا. طيب. وحشتيني قوي 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 يا حبيبي. يا بكاشة انت. بص بقى، انا راجع من الشغل واقع من الجوع. عامله اكل حلو ولا ايه؟ طبعا، ده انا عامله لك اكل تاكل صوابعك يا رب. طب يلا بينا. هي ماما فين صحيح؟ مش باينه. دي ماما لسه نايمه لحد دلوقتي، تخيل. انا هروح بقى احضر لك الاكل وادخل اصحيها. طيب يلا بسرعه، يلا يلا. واقفه ليه؟ تسلم ايدك يا سامي على الاكل بتاع النهارده. شفت بقى يا ماما انا في الساميه في الاكل عامل ازاي؟ ايه رايك؟ يا حبيبي حلو. حلو بس يا ماما، ده يجنن. كانت عامله شويه اكل تحفه. انت هتفضلي قاعده كده؟ ما تدخلي تنامي، السهر وحش على اللي في سنك. حاضر يا بنتي، هقوم. انا هجيب المسرحيه بقى يا ساميه، زمانها بدات. ماشي. يلا قومي يا ست هانم، يلا. محمود راح الشغل من بدري، قومي عشان تغسلي الغسيل بتاعه، واجيب لك شويه كده الغسيل بتاعي انا كمان تغسليه. طيب يا بنتي، شوية كده وهقوم، ضهري وجعني قوي. يلا يا اختي قومي، هو انت هتستعبطي؟ قومي معايا، يلا قدامي. يلا. ايه ده؟ اترمي هنا يلا يا اختي، على ما اجيب لك بقيه الهدوم تغسليها. ايه يا بنتي، ايه اللي انت بتعملي فيا ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليكي. غير رجلي. غير رجلي. اتسهواكي فيها بقى، اتسهواكي. عارفه لو قلتي لمحمود حاجه لما يرجع من الشغل انا هخلي وعيتك سودا. سلامتك يا ام. قولي لي بس ايه اللي حصل لرجلك؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة، أنا وقعت في الحمام بس. اكيد امك طبعا بتشتكي لك ان السبب في اللي حصل في رجلها. أنا ما قلتش حاجة يا بنتي. وانا مش هستناكي لما تقولي. بص بقى يا محمود، امك عايزه توقع ما بيني وما بينك وتخرب ما بيننا، وعايزه توقعني في الغلط، وانا عشان اريحها خالص انا هاخد بعضي وامشي. استني بس يا ساميه. ساميه يا ساميه. طب اهدي بس كده يا حبيبتي، وكل اللي انت عايزاه انا هعملهولك. من الاخر كده يا محمود، امك كل يوم تبهدلني وانا ساكته، ومن الاخر يا انا يا هي في البيت ده، انا خلاص تعبت. انا ما اقدرش استغنى عنك، وانت عارفه كده كويس، بس مش هعرف اجيب لها الموضوع كده مره واحده. لازم يعني امهد لها الموضوع واحده واحده وافهمها. طيب تمام، براحتك بقى. انا هروح اقعد في بيت اهلي يومين، ولما حضرتك مامتك تمشي يبقى اتصل بيا. ساميه يا ساميه. مالك يا محمود؟ مالك يا حبيبي، في إيه؟ ساميه مرات سابت البيت خلاص، وانا هطلقها. لا لا، ما تقولش كده أبدا، اوعى تقول كده. هي قالت لي انا امك في البيت، وانا ما اقدرش استغنى عنك يا امي. لا يا حبيبي، مش لازم تخرب بيتك بإيدك، اوعى. شوف يا حبيبي، أنا همشي وأسيب البيت، المهم يكون في راحة بال مع مراتك. يا حبيبي، كابوس ونزاح. انا مش مصدقه ان انا خلصت من امك. بس انا حاسس ان انا غلطت في حقها، وعايز ارجعها تاني.
بقول لك ايه يا محمود، انا مش عايزه اسمع سيره امك دي تاني خالص، واوعدك يا حبيبي ان ايامك كلها هتبقى دلع في دلع. سبحان الله، انت مش عايزاني ارجع امي، وهي لما انا قلت لها اني هطلقك عشانها رفضت وقالت لي ما تخربش بيتك. تعالي يا امي. ايه ده، هي لسه هنا؟ هي بتعمل ايه هنا؟ رايحه فين يا امي؟ حبيبي هلم من هدومي، هروح أعيش عند خالتك. عايز اعرف حاجه قبل ما تمشي، بس وغلاوه بابا الله يرحمه، تقولي لي الحقيقه. انا قلت لك يا محمود 100 مره يلا امك في البيت ده. يبقى هي يا سامي، انت طالب. لا لا يا ابني ما تقولش كده. انا ماشيه يا محمود، انت الخسران. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني تطلق مراتك وتخرب بيتك؟ انا هسيب البيت وامشي، انا خفيفه همشي يا ابني، ما تخربش بيتك. لا يا امي، هي تتعوض لكن انت لا. الجنه تحت رجلك انت مش تحت رجلها هي. حبيبي